أهلا بكم في قناتي. أنا جاي أقول الحقيقة بصراحة، أنت مش متأخر، أنت واقف بمزاجك. كل يوم بتصحى أنت عارف مطلوب منك تعمل إيه، بس برضه ما بتعملش. مش لأنك مش قادر، لأنك مختار الكسل والهروب أسهل. التسويف مش راحة، التسويف زي المسكن، بيسكن الوجع شوية وبعدها يسيبك أضعف. أخطر جملة بتتقال في العشرينات: لسه قدامي وقت. الوقت اللي فات مش هيرجع، والوقت اللي جاي مش مضمون. اللي بيوجع اكتر من الفشل انك مش بتحاول اصلا. الحقيقة اللي محدش هيقولها لك: ادارة الوقت مش تنظيم اجندة. ادارة الوقت انك تختار تكون مين انت، يا اما شخص بيهرب او شخص بيتحمل المسؤولية وفي الاخر هينجح وهيوصل لاحلامه ولاهدافه. الحل قرار مؤلم: انك تشتغل حتى لو انت مش حابب، انك تشتغل حتى لو انت تعبان، انك تذاكر وتدرس حتى لو مزاجك مش كويس ومش في احسن حاجة، حتى لو تعبان مضغوط. المهم انك تبدأ. ابدأ حتى لو 30 دقيقة تركيز حقيقي. اعملها حتى وانت متضايق، اعملها حتى وانت مضغوط، اعملها حتى وانت تعبان، اعملها حتى لو مزاجك مش في احسن حاجة. اعملها لانك لو ما عملتهاش محدش هيعملها بدالك. الفرق بين اللي بيحلم واللي بينجح: اللي بينجح هو ده الشخص اللي خد القرار واشتغل على نفسه رغم ان هو تعبان، رغم ان هو مضغوط، المهم انه بدأ. اللي بيحلم هو استنى لما يرتاح شوية. الحقيقة ان انت مش محتاج وقت، انت محتاج شجاعة وتكون جريء عشان توصل لأحلامك ولأهدافك. ما تنساش تشترك في قناتي وتفعل الجرس للمزيد من الفيديوهات اللي تساعدك على تنظيم وقتك وإدارة وقتك وتحقيق أحلامك وأهدافك.